دي ايه؟ دي قلة. دي ايه؟ دي قلة. قلة حبنا. قلة حبنا. طيب ايه علاقتها بالعنوان؟ هقول لك علاقتها بالعنوان. انا هتكلم معاك عن برامج التقسيط، ابلكيشنز التقسيط، تطبيقات التقسيط اللي موجودة دلوقتي في انحاء الجمهورية وفي المولات وفي المحلات اللي بتبيع الموبايلات او اللابات او حاجات التكنولوجيا. طيب بس قبل ما اتكلم معاك في الموضوع ده عايز اقول لك على حاجة. الفيديو ده انا عامله عشانك، مش محتاج منك غير لايك لو الفيديو عجبك واشتراك عشان اكبر، وانا مش هكبر غير بيك. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بالنسبه للابلكيشنز اللي موجوده دلوقتي بتاعت التقسيط اللي ملت الجمهوريه من A to Z من غير ما اسمي حد، لان انا بيجي على التلفزيون من الكبير للصغير، اللي كان فاتح كشك بارتيشن وبقى فاتح مكان في مؤسسه، اللي هو اصلا يوم ما بيفتح بيعين عنده مكتب محاماه يجيب له الاستردادات بتاعته، اللي هو اصلا بيدفع تامين، خليني اقول لك في جهه حكوميه معينه عشان خاطر يرجع الخساره بتاعته من المتعثرين، اللي هو اصلا عشان لما يجي يبتدي يشتغل معاك بيبقى جايب مكتب يرافع عنه او يجري وراك عشان يرجع حقه لما تتعثر في الفلوس بتاعته، لا قدر الله ربنا ما يجيبها من حد. طيب الحاجات دي وحشه؟ لا 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 لا. استخدمها. ليه علاقه بالاي سكور؟ ليه علاقه. يعني ممكن تعمل لي مشكله لو هاخد شقه تعمل لك مشكله، يعني تعمل لي مشكله لو هاخد عربيه تعمل لك مشكله. بص يا سيدي، بالنسبه للابلكيشنز دي احنا وقفنا عند كويسه ولا لا؟ كويسه. استخدمها ولا لا؟ استخدمها. ليها علاقه؟ قلنا ليها علاقه. طب ايه المطلوب؟ تو بي سمارت. ايه المطلوب؟ تلعبها بذكاء. يعني هتعمل حاجتين. اول حاجه ما تستخدمش ابلكيشن من دول في ان انت تقسط حاجه عليها فايده، لا. ما تستخدمش ابلكيشن من دول بان انت تروح تقسط حاجه بدون فايده بس عليها مصاريف اداريه. التالتة والمهمه واللي هتعاني فيها بس صدقني هترتاح وهتدعي لي لما تجربها مع الناس الكبار، ساتش هذا وعلى سبيل المثال رايا، العربي، سامسونج، هواوي، الناس الكبيره، اللي هي الاتي بقى، ان انت ما تشتريش حاجه بسعر الكاش وبسعر التقسيط. ليه بقى؟ لان الستور الا من رحم ربي بعضهم او واحد بس منهم، علشان خاطر اهرب من المساءله في الموضوع ده، اللي هو بيقول لك الموبايل ده ب 10000 جنيه. موبايل قصدي القله دي ب 10000 جنيه، اروح اديله ال 10000 اقول له خد انا هقسط، يقول لك لا التقسيط هتبقى ب 14. طب ليه؟ عشان هو اصلا لو واخدها انت تقسيط عن طريق الفيزا بتاعتك مع البنك هيحاسبه نت 50. الراجل لما ياخد منك كاش يبقى كسبان، فالمبلغ ده بيعوض له القسط بتاع النت بتاعه بتاع ال 50 يوم، وهو اصلا طالع واخد منك 4000 جنيه زياده. طب ايه علاقه ده بموضوعنا؟ انا اسف ملوش علاقه. نرجع تاني لموضوعنا. هقول لك تستخدمها ازاي؟ تستخدمها بدون فايده، بدون مصاريف اداريه، من اماكن كبيره فقط. طيب يعني تعمل ايه؟ معاك ابلكيشن اكس ومعاك 20000 جنيه وعايز موبايل ب 15000 جنيه، حلو. اقعد استنى عرض تريبل زيرو ينزل في اي مكان من الاماكن دي، تروح تقول له والله انا معايا الابلكيشن الفلاني، معايا ليميت 20 وادي 15، عايز عرض التريبل زيرو. تاخده وتمشي وتقسطه على السنه او الاثنين ايا كان هو سامعك بايه، اعتقد مثلا سنه، وتتكل على الله وما تجيبش حاجه تانية خالص غير لما تخلص ده بدون فايده، بدون مصاريف اداريه، وبدون مقدم. تريبل زيرو.